تفتكر كم مرة ممكن الطاعة تبقى هي الفرق بين النصر والهزيمة في لحظة واحدة؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. بعد ما المسلمين حققوا انتصار عظيم في غزوة بدر، قريش ما نامتش على ضيمها، كانت عايزة تاخد حقها وتغسل عار هزيمتها، فجهزت جيش قوامه حوالي 3000 مقاتل. في المقابل خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة بحوالي 1000 مقاتل بس، وهم في الطريق المنافق عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بتلت الجيش تقريباً، وده خلى عدد المسلمين حوالي 700 مقاتل. الهدف كان واضح، معركة فاصلة عند جبل أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل خطة عبقرية، خلى جبل أحد وراه ونظم صفوف المسلمين في مواجهة قريش اللي كان بيقودها أبو سفيان بن حرب. أهم جزء في الخطة كان في مكان اسمه جبل الرماة، اختار عليه 50 رامي وخلى عليهم القائد عبد الله بن جبير. كان الأمر واضح وصريح زي شمس النهار. قال لهم الرسول لو شفتونا بنتخطف بالطير ما تسيبوش مكانكم ده، ولو شفتونا هزمناهم وأوطأناهم برضو ما تسيبوش مكانكم. بتبدأ المعركة والمسلمين بيندفعوا بقوة إيمانهم. حمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء كان بيقاتل بكل بسالة وشجاعة نادرة، وشوية شوية الكفة بتميل لصالح المسلمين. قريش بدأت تتراجع وتجري، والمسلمين فرحوا بالانتصار اللي كان على وشك الاكتمال. هنا كانت اللحظة الاختبار الصعب. الرمال اللي على الجبل شافوا الغنائم وظنوا ان المعركة خلصت والنصر تم. قالوا البعض الغنيمة خلاص مفيش داعي للبقاء هنا. القائد عبد الله بن جبير حاول يذكرهم بأمر الرسول، لكن أغلبهم نزل لجمع الغنائم وما بقاش معاه إلا عدد قليل. وهنا كانت اللحظة اللي غيرت مجرى التاريخ. خالد بن الوليد اللي كان لسه ما أسلمش وكان قائد خيالة المشركين استغل الثغرة دي بذكاء عسكري خارق، لف بفرسانه من ورا الجبل وهاجم المسلمين من الخلف بغتة. المفاجأة كانت قاسية، المسلمين ارتبكوا وتحولوا نصرهم اللي كان على وشك الاكتمال لهزيمة مؤقتة. في قلب المعركة دي استشهد حمزة بن عبد المطلب على يد وحشي بن حرب انتقاما لمقتل طعيمة بن عدي في بدر. واشتدت المعركة لدرجة إن الشائعة انتشرت إن الرسول نفسه استشهد. دي كانت صدمة هزت نفوس الصحابة، لكنهم رجعوا يتجمعوا تاني حول النبي بعد ما ظهر ثباته. الرسول ثبت في مكانه، وعدد من الصحابة زي مصعب بن عمير وأبو دجانة ضحوا بحياتهم عشان يحموه. واتجرح الرسول جرح عميق، واتكسرت رباعيته، واتشق وجهه الشريف. الدرس كان قاسي، وعدد الشهداء وصل لحوالي 70 صحابي. لكن الدرس الأهم فضل راسخ، النصر مرتبط بالطاعة الكاملة لأمر القائد. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.